مساء الخير، مساء السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. جمهور النادي الأهلي اسمعها مني. قصة إن يجي لك السم في العسل كده وناس تقعد تتكلم وتحاول تسخنك على كولر واللعيبة. انسى إنك تسمع الناس دي من فضلك، بمنتهى البساطة كده. أنت كنت بتلعب ريال مدريد، فريق كبير جدا. أنت عملت عليه جيم عالمي. الظروف، النصيب، الخبرة، شوية حاجات كده، عوامل اتدخلت وانت ما كسبتش ولا تعادلت. ما عندناش مشكلة، النتيجة تقيلة بس مش تقيلة من ريال مدريد، وبره هم متعودين على الكلام ده. وبعدين ما يجيش ابو اللي بياخد 6 وبياخد 4 وبياخد 5 وما لحقناش نحفل عليه ونقول له انا خدت 4 زي مركزك في الدوري، لقيت ان هي راح طابب للخامس. ده ما يحفلش عليك، ولا اصلا تديله ودنك، لا هو ولا اعلامه ولا اي واحد منتمي ليهم تسمعه. يعني كاس العالم، يعني هم ما يعرفوش يعني ايه كاس العالم للانديه حضرتك، فهتتكلم مع دول. ميدو انا راجعه لك، بس هقول كلمتين بس لجمهور النادي الاهلي وداخله عليك على طول عشان نتكلم. في اللي انت طلعت بتقوله ده. يلا مش لا علم. يا جماعة مش كل حد احترف يبقى لازم يبقى يعرف يتكلم في الكرة العالمية يعني، او كده يعني. عادي جدا، انت ممكن تعمل عالمي في بيتكم ويطلع برضو يتكلم كلام كويس جدا. المهم، سيبكم من ميدو دلوقتي، هرجع له. ما تتفرجوش يا جماعة على الفرص الضايعة، ما تعيدش الماتش، ما تتفرجش على اي فرص ضايعة، خلاص اقفل القصة خالص. الماتش خلص بكل ما فيه، بنتيجته، بالفرص اللي ضيع، بكل حاجة. لا تحفز نفسك ضد لعيبتك، ولا تتضايق، ولا تعصب نفسك، ولا تقعد تتحسر. وفي الاخر احنا عندنا ماتش بعد بكره مهم جدا على البرونزيه، وهنلاقي نفسنا احنا عمالين كل ما هتشوف الكوره هتروح كاتب كلمتين او قايل كلمتين او متضايق وما بتدخلش حتى تدعم فرقتك. طب ليه ما تشوفش؟ خلاص انت عملت مباراة عالمية، مباراة رائعة. خلاص نقفلها خالص. انت كنت بتلعب ريال مدريد، اتعلمت المرة الجاية لما هتقابل ريال مدريد ان شاء الله هتكسبهم. فحضرتك احنا دلوقتي المفروض ندعم فرقتنا، احنا معانا مدرب قلبه ميت. في اخطاء طبيعي، في أخطاء. مفيش بني ادم ما بيغلطش، مفيش بني ادم ما بيغلطش، كلنا بنغلط كلنا. وممكن نغلط في نفس الموضوع اللي احنا عملناه صح قبل كده، نيجي نعمل الموضوع ده او نتصرف في نفس الموقف بشكل مختلف ويطلع غلط، عادي جدا. ده طبيعي. فحضرتك ما حدش يحفزك ضد المدرب. مش عايزين نعيد تاني قصة موسيماني. محتاجين مهاجم قوي جدا، خلاص الدنيا اتقفلت، ما عندناش حلول دلوقتي، احنا هنكمل باللعيبة دي ان شاء الله لحد انتقالات الصيف. ده اللي متاح وده اللي موجود، احنا مضطرين. خلاص انت مجبر انك تكمل بنفس الناس، بنفس اللعيبه. واللعيبه ايه يا جماعه؟ في مالكوا فيكوا ايه؟ ما ده شريف، ما ده محمد شريف، وده قفشه، ودول اللعيبه اللي كانوا قدام الزمالك اسود، ودول اللي انتوا عاملين تتكلموا وتغنوا بيهم. خلاص خلاص، مباراه وعدت. كان ممكن نكسب خلاص وما كسبناش. ما تقعدش بقى حضرتك تحفز نفسك وتقعد تدي ودنك للاعلام اللي بيبث السم في العسل ده، انسوهم خالص. احنا لازم نشجع النادي جدا، لازم نقف جنب اللعيبه دي، دول اللي مكملين معانا ان شاء الله لحد انتقالات الصيف، وده الجيل اللي عمل انجازات كتير. فحضرتك احنا ما عندناش اي حاجه الا ان احنا هندعم اللعيبه دي. عندك ماتش مهم جدا جدا، البرونزيه يا اهلي، البرونزيه يا اهلي، احنا وراكم. حتى لو لا قدر الله، لا قدر الله ما خدناهاش، ما عندناش مشكله، ما فيش مشكله، تعملها للفرقه مكمل. احنا عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا بطوله افريقيا، لسه عندنا قصه كتير قوي، ولسه بلاوي سودا لما هنرجع بس نشوفهم. ايه البلاوي اللي عاملينها لنا في مصر طبعا، اتحاد الكوره ولجنه المسابقات والناس دي كلها. فسيبكم من الكلام ده كله. دعم النادي الاهلي جدا يا جمهور النادي الاهلي، الكل يستحق الدعم، كل اللعيبه لها التحيه، لها الاحترام. بندعمكم ان شاء الله. يوم السبت تاخدوا البرونزيه باذن الله، والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله نكون باذن الله اصحاب كاس العالم باذن الله. تعالى يا ميدو، في ايه يا ميدو؟ مالك يا حبيبي؟ مالك؟ فيك ايه؟ مين اللي حلو قوي؟ واصل ما حدش يقول ان الاهلي، لا الاهلي لعب كويس جدا جدا جدا، حاجه انت ما تعرفهاش، والفريق اللي بتشجعه والفريق اللي انت بتدربه ما يعرفوش. انتوا ما تعرفوش يعني ايه عالميه، انتوا ما تعرفوش يعني ايه تروح تلعب في كاس العالم للانديه.
فما تقعدش بقى تبث لنا السم في العسل كده وتحط لنا شويه حاجات في النص ومش عارفه ايه، وان الاهلي وتقعد تتكلم. يا سبحان الله، انتوا بتعملوا ان كنتوا محايدين وانتوا مش محايدين، والعيب مش عليكم، العيب على جمهور الاهلي اللي بيتابعكم، العيب فعلا على اي حد من الجماهير بيتابعكم. انا الحمد لله ما بتابعكوش وما تفرقوش معايا. فيا ميدو ما تتكلمش على كولر، ما تتكلمش على النادي الاهلي، ما تتكلمش انت لما تبقى ان شاء الله تبقى انت الفريق اللي بتدربه الاسماعيلي ولا الفريق اللي بتشجعه الزمالك تروحوا كاس العالم، يبقى حضرتك تعالى اتكلم. طالما مالكش في الموضوع ده ما تتكلمش اصلا، وغير مقبول من اي حد انه يتدخل. هتقولوا لي ده اعلامي، لا اعلامي يا حبيبي، روح اتكلم على اي حد، مالكش دعوه بينا احنا. وطلع ورد عبد العالي يقول لك كولر لما كسبش ريال مدريد ما اعتبروش مدرب. وانت هتعتبره مدرب على اساس ايه؟ يعني انت ايه تقييمك للمدرب؟ يعني ده انت لما كنت مدرب خدت ضنطه نزلتها سبع ارض، يعني مدرب ايه؟ يعني حضرتك بتتكلم على التدريب بانه منطق يعني؟ انتوا الناس عايزين الترند، انتوا بتحبوا الترند قوي قوي. انت يعني ميدو بيحب ان هو يجامل فرقته قوي الزمالك وكده، وعايز ياخد وش على جمهور الاسماعيلي فبيقول اي كلام. رضا عبد العال وغيره بيحبوا الترند مع نفسكم. احنا الاهلي يا جماعه، احنا الاهلي.